طبعا بعد الصوت الحلو ده احنا عرفنا هنعمل ايه. هنعمل احلى كعك على السخن. هتعمليه بطريقة سهلة بسيطة، يعني كل التفاصيل. اعتبري الفيديو بتاع النهاردة كورس هتطلعي منه بأحلى طريقة كعك ممكن تعمليها. وطبعا اللي متابعني من سنة واتنين وتلاتة اعتمد الطريقة دي خلاص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض. أول حاجة عندي كيلو من الدقيق، هنزل عليه ب3 معالق كبار من السكر و3 معالق كبار من السمسم، وعندي كمان معلقه صغيره ممسوحه كده من البيكنج باودر ورشه ملح، ومعلقه صغيره من ريحه الكعك. هقلب كل المكونات دي حلوه قوي مع بعض. مهم جدا الدقيق تكوني نخلاه. بعد كده عندي السمنه بتاعتي، هبدا ان انا مقدارها قد ايه، نص كيلو يعني 500 جرام، باخدها بقى على النار علشان ابدا اقدحها معايا. وعندي كوبايه الا ربع من الميه بنزل عليها بمعلقه من السكر ومعلقه صغيره ممسوحه من الخميره الفوريه، واقلبهم واركنهم على جنب. السمنه بتاعتي بعملها اختبار كده على النار، اول ما احط فيها رشه دقيق وتبدا تفور معايا يبقى كده السمنه عندي اتقدحت وبقت زي الفل. بنزل بيها على الدقيق، وفي المرحله دي خلي بالك من ايدك حلوه قوي، يعني يا دوبك تقليبه خفيفه كده من بعيد. وهاخد بقى العجان بتاعي، لو انت شغاله بايدك هتبداي بمعلقه خشب تبداي تقلبي كده وتحطي الحاجه في طبق يا اما ستانلس يا ازاز. ما تحطيش في بلاستيك خالص علشان ما يبقاش مضر للصحه او البلاستيك يتفاعل مع العجينه بتاعتك. هبدا اخدها كده في العجان. الطريقه دي بقى كانك بالظبط بتبسيه. طبعا انت على لو بتعمليه في طبق بره هتسيبيه ما يهدى معاكي شويه، تبداي تبسيه بين ايديكي زي ما العجان كان شغال كده بالظبط. بعد ما تبسيه حلو قوي هتنزلي عليه بالخميره بتاعتك بالكوبايه الا ربع ميه بس كده، وهشغل عليه العجان. اتعجن عجنه حلوه بالظبط، يا دوبك العجينه تلم، مش مكمل دقيقة، أقل من دقيقة، مش تعجني كتير خالص في المرحلة دي. بعد كده ببدأ أخد العجينة بتاعتي زي الفل، افضيها في طبق عندي واغطيها بكيس تلاجة، وهبدا اركنها على جنب ونجهز الملبن مع بعض. عندي كميه اللي هستخدمها من الملبن عليها معلقه من السمن البلدي، وبعجنهم لغايه لما يبقى طري معايا بالشكل ده. وهنا الملبن بتاعي فيه مط خفيفه كده، فكده الملبن بتاعي هيبقى زي الفل ان شاء الله مع الكعك. العجينه بتاعتك بقى اول ما بتلاقيها نشفت كده تقولي العجينه عايزه لبن تاني او عايزه ميه تاني. لا، العجينه بتاعتك زي الفل، ما تزوديش عن المقدار ده خالص. لو انت عايزه كعك دايب وناعم معاكي، عايزاه خشن شويه، زودي بدل كوبايه الا ربع خليها كوبايه ميه. لكن هتزودي ميه هيشرب منك ميه طول ما انت بتديله ميه، او لبن بيشرب، ما بقولش لا. وهتبدا العجينه تقلب معاكي قراقيش، مش هتبقى كعك خالص. فامشي على المقدار بالظبط لو سمحتي عشان تاخدي الكعك مظبوط 10/10. والله احلى من بتاع المحلات. جربي بس المقادير والطريقه دي وما تنسينيش من دعوتك باذن الله. بعد كده زي ما قلت لك العجينه حسيتيها ناشفه مفروله معاكي، مفيش اي مشكله خالص. انا بجيب طبق كده وبقطع معايا كذا واحده. طيب مقدارها او وزنها بيبقى حوالي كام؟ حوالي 15 جرام 20 جرام، على حسب ما انت عاوزه، او على حسب الكعكه انت عاوزاها حجمها قد ايه. انا الصراحه بحب الكعك الميني قوي، بحب الكعك الصغير. انا هنا مكبراه شويه عشان التصوير بس يبان معايا. تبداي بقى تنقشيه النقشه اللي انت عاوزاها. انا الصراحه يعني في النقش مش قد كده عشان ابقى صريحه معاكي، يعني بتعلم. فيعني مش تعيبه بقى، بنقش كده على قدي. بس الصراحه انا من الناس اللي بتحب المنقاش قوي، بتحب شغل النقش اكتر من البصامه. يعني انا عملت الكميه كلها يعني تقريبا بالمنقاش. طيب تختاري المنقاش الصح ازاي؟ لما تجيبي السنون على بعض تلاقيها قصاد بعضها. في مناقيش كتيره بتجيبيها وما بتستخدمهاش، وانت بتشتري المنقاش اشتريه المنقاش اللي يكون سنونه جايه على بعضها. طيب العجينه وانا بعمل فيها بقى فجوه كده علشان احط الملبن، اخلي العجينه من تحت محمله معايا عشان هنقش عليها او هعملها بالبصامه. وبرق الاحرف بتاعه العجينه وبحط جواها الملبن او المكسرات بتاعتك. انا حشيت ملبن وحشيت مكسرات معايا. حابه تحشي ملبن بس او مكسرات بس مفيش اي مشكله. طبعا شايفه فرق العجينه اللي ما بين اللي انا مطرياها بايديا والعجينه اللي لسه ما اشتغلتش فيها، شايفاها مفروله وعامله ازاي؟ يعني مش تيجي بقى في المرحله دي وتقولي العجينه باظت مني. لا، العجينه ما باظتش، بالعكس، كده عجينتك ناجحه و10/10. مجرد ما بتاخديها ما بين ايديكي بتلاقي لونها بقى فاتح وترجع معاكي تاني طريه وزي الملبن. بتشتغلي فيها بمنتهى السهوله، استحاله تشقق معاكي، استحاله تطلع معاكي يعني مش حلوه خالص. انا هوريكي نتيجه الكعك كمان بعد ما خلصناه دلوقتي ودخلناه الفرن. زي ما قلت لك النقشه بقى دي حسب ذوقك. انا كمان الكعكه معايا عاملاها ميني وصغيره، فيعني مش فيه اصلا يعني مساحه للمنقاش يشتغل. فيعني زوقي بقى زي ما تحبي ونقشي زي ما انتي متعوده. حابه تعمليه بالبصامه مفيش مشكله خالص. العجينه بتاعتي زي ما قلت لك مفروله، ما تخافيش منها. خلصت الكميه بتاعتي كلها بالطريقه دي. عملت الكعك ده الصغير ده كان كعك ساده
والكعك اللي اكبر شويه اللي كان محشي الملبن، طبعا عشان جواه ملبن. الكيلو عمل معايا الكميه دي، الصراحه مطلع كميه حلوه قوي. طيب التسويه بقى، بس الاول تعالى اوريكي الملبن جواه ما شاء الله طالع طري وزي الفل، تسويه ممتازه. الكعك دايب دوبان. بدخله فرن اللي بالملبن على درجه حراره 190، بياخد بالظبط ربع ساعه تلت ساعه بالكتير. اللي من غير ملبن اللي هو ده الصغير ده بدخله على درجه حراره 160، بياخد معايا حوالي نص ساعه او 35 دقيقه. بيطلع من جوه لونه زي من جوه زي من بره، ويجنن ومفيش احلى من كده. طيب بيقعد وقت اكتر ليه؟ لان هو كله عجينه من جوه، لكن اللي محشي ملبن هو نصه ملبن ونصه عجينه، فيعني بتسرعي فيه عشان الملبن ما ينشفش جواه. الملبن بينشف، اهم سبب لنشفان الملبن انك بتهدي النار في الفرن وبياخد وقت كبير في التسويه، لكن لو بالظبط ربع ساعه في الفرن اللي محشي ملبن بيطلع معاكي زي الفل والملبن من جوه زي ما هو. شايفين طبعا الكعك لونه عامل ازاي؟ انا عايزه اوريكي كمان اللون من جوه ما شاء الله. طيب بقى ما تنسيش الفيديو الحلو ده من لايك وشير كتير، لان الصفحه الريتش بتاعها واقع جدا، فنعمل بقى لايك كتير وشير علشان الكل يستفاد. وما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.